مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب كلياتكم تكونوا بخير. شوفوا لي على هالجو عن جد، جو بهالشكل. يلا حبيت اسلم عليكم، خليكم هاليوم معي وضلوا معي لحتى اشوف شو الساعة. اليوم يوم العطلة. يلا تعالوا شوفوا لي. ما شاء الله، ما شاء الله. السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب كلياتكم تكونوا بخير. قبل ما نبلش هالفيديو الحلو كلياته مقدوس بمقدوس، خلونا نبلش بالحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليك حبيبي يا رسول الله. هلا أول شيء خليني لكم عن قصة هالمقدوسات. هلا هدول المقدوسات صار لهم عندي سنة. أي سنة، لأنه هديك السنة ساويتهم وحطيتهم بالفريزر، وهاي السنة يعني أفرجت عنهم لأنه خلص صار لازم ناكلهم، لأنه إجت مونة المقدوس الجديد. طبعا انا حبيت فرجيكم اياهم انه شوفوا ما شاء الله من السنه للسنه. طبعا للي عنده كهرباء، للي عنده فريزه، ما بصير لهم اي شيء، بتطلعوهم باي وقت باي وقت، صيف شتاء، اليوم اللي بدكم اياه. وبتحطون بقطرميز صغير وبتحطوا عليهم زيت، بقى زيت نباتي، زيت زيتون، انتم احرار. وبتاكلوهن بالهنا والشفا ان شاء الله. كتير ظريفه هالطريقه وحلوه، وبصراحه اهون ما انكم تحطوهن بالقطارميز. هلا اللهم صل على سيدنا محمد. خليني ارحب فيكم وحده وحده. اهلا وسهلا فيك يلي انضميتي لهالقناه، نورتي وشرفتي القناه. يا ميت اهلا وسهلا، ان شاء الله يعجبك هالمحتوى وتشاركوا مع رفقاتكم واحبابكم واخواتكم ويلي بتحبوا. يعني تخلوه ينضم لنا لهالعيله الحلوه. اهلا وسهلا بكل محبين انضمت لهالقناه. هون عم بحضر والله، اللهم صل على سيدنا محمد، لحتى انا اشتريت كم كيلو باذنجان بدي اسلقه. للاسف الشديد السنه قد ما تماهلت قد ما مرت علي ظروف عن جد صعبه، ف يعني لحقت الباذنجان باخر مثل ما بيقولوا روح. والله وهلا اذا لقيت ان شاء الله بدي رد اشتري ان شاء الله باذنجان ان شاء الله للمقدوس، لانه كثير كان قليل وما شاء الله انا ما توقعت يعني ان اللي طلعتهم من الفريزر ياكلوهم عيلتي بسرعه. ف يعني قلت بدي احط شيء انه الواحد ما يشتهي عليهم بالشتاء، عرفتوا، او اذا اجى ضيف او هيك يعني. فللاسف يعني ما جبت غير هالكم كيلو، يعني دوبهم ما فيهم 4 كيلو اصلا. يعني رحت على المحل ولقيتهم. قلت والله بدي اجيبهم وساويهم. ما عم بقول لكم يعني هذا اللي بيقولوا عنه المقدوس التشرينه، انه اخر شيء بيقولوا طيب. هلا انا المقدوس بشكل عام بلاقي باي وقت ساويتي طيب. اللهم صل على سيدنا محمد. مثل ما نكون شايفين اخواتي، بلشنا. انا ما بسلقه بالعقب كامل، يعني انا هاي طريقتي. بشيل العقب من فوق، هذا العود تبعت يعني الباذنجاني، وبقصه وبترك عليه يعني الطاقية تبعته الخضراء، بينسلق فيها. شوفوا المراحل كتير سهلة وبسيطة. طبعا كل ناس بتعمله على حسب ما متعودة هي وعلى حسب ما بتحبه. كل ناس المقدوس طريقته وحدة تقريبا، بس في كل ناس بتتفنن فيه شكل حتى بالحشوات يعني. فنحن السوريين عن جد مشهورين بالمقدوس. أنا بظن نحن وأهل لبنان يمكن أكتر بلدين بنساوي مقدوس. إذا حدا معي من لبنان يا ريت تكتب لي إنه أنتم كمان بتساووا مقدوس. هيك بظنها. شايفين هاي الحجم أنا بحبها أكتر من الحجم الصغير للمقدوسي. يعني مو بدنا نرجع نكبسها ونسلقها ونكبسها ونحشيها. فما بعرف، بحس انه هذا الحجم ظريفي يعني لانه بعدين بدك تحشيها وهيك. بس على كل حال هذا الموجود، عفوا هذا الموجود، طلعوا ما احلاهم غير شكل. والله بعد ما شلت هالعيدان تبعوتهم حطيتهم بهالطنجره، وهي الكاسه كانت مكسوره رحت حطها بين الازاز. المهم
اللهم صل على سيدنا محمد، وغمرتهم مي، وهلا بقى على الغاز. هلا بقى بتقلوهم باي تقل عندكم. انا الصراحه جيت لحط لهم صحن ما عجبني، قمت رحت جبت لهم تقلة، شايفين، رحت جبت لهم تقلة المحشي، حطيت لهم اياها بعدين لانه لازم كلهم يعني يصيروا مستوى واحد تحت المي، حتى كلياتهم ما وحده تصير لونها غامق ووحده تصير لونها فاتح. هيك كل الباذنجانات بياخذوا تقريبا لون واحد بالسلق. وعفوا يعني انا عفوا، وطبعا عفوا هون خطأ كلامي. وطبعا حسب انتو الكمية اللي انتو عاملينها. شايفين انا هون عم بقول لكم انه بعدين بدلتها بهي. شوفوا اخواتي، هذا السائل اللي عايش هون بالمانيا كتير كتير كتير، شو بدي لكم، فوق الكتير ظريف. اللهم صل على سيدنا محمد. للغاز عن جد انا ما جربته لسه بالفرن، مع انه مره وحده بتذكر انه الفرن يعني غسلته فيه، او بالاحرى يعني بخيت شوي منه ونقعته وغسلته فيه. يا اللهم صل على سيدنا محمد، رائع عن جد رائع. للفرن غير شكل، وبنظف للغاز. بس للغاز عن جد يعني مثل ما بيقولوا ساحر. في مادة الكرنباتو، مادة الكرنباتو شفتوا وقت بنخلطها مع الخل والمي السخنة وهيك هي لحالها بتصير فعالة. فأنا بنصحكم فيه، إذا بتحبوا تجيبوه موجود بالأكشن. شي نهار إن شاء الله بس روح على الأكشن بصور لكم مكانه. هو أنا الصراحة عم بروح والله، بس ما بقلكم بين بكى آدم ويعني وزوجي بيقول لي يلا عجلة وما بعرف شو، فيعني بيروح الوقت بسرعة. وأنا بس روح على الأكشن هيك بحس بصير معي غيبوبة من قد ما في غراض، ومن قد ما شاء الله مو حلو. وهلأ طبعا بلشوا ينزلوا الزينة كلياتها للأعياد، أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة. فشو بدي لكم يعني، شو بدي لكم. المهم الحمد لله على كل حال. هلأ هون فقرة الجلي يلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقت الواحد بيجلي يعني راحة نفسية، لا تصدقوني والله. مو كل الأيام أنا عندي راحة نفسية نفسية بالجلي الصراحة يعني. حسب يعني أحيانا إيه، ليش الكذب، أحيانا جد هيك بحس شيء حلو وقت اللي بجلي والله. يعني ما عندي مشكلة بالجلي زيادة أنا، وأحيانا لا الصراحة. يعني بطلع إنه كتير كتير بيصير. طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنا عندي جلاي وبحط بالجلاي، بس يا حرام الله يعين هالجلاي والله. يعني بالأخير راح تقول تحبوا الله اعتقوني، فمن شان هيك يعني بقول حرام لازم أنا ساعدها كمان. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. يلي وصلت معي لهون وتحملت لحد هذا المقطع ونسيت اللايك، يا ريت ترجع تحطي لي اللايك وتكتب هيك تعليق حلو مثلك. ويا ميت اهلا وسهلا فيكي، عن جد شرفتي ونورتي مرة ثانية وثالثة ورابعة وكل الايام. ومثل ما انكم شايفين خلصنا شوي من قلب هالمجلة، وبعدين شد شوفي جلي بقى حواليه. بتعرفوا انتم المطبخين الا ما يلم. وبالذات انا اليوم والله كان يمكن يوم عطلي يوميتا، ايه صح كان يوم عطلي، كان نهار احد يعني. إيه قلت يعني مكسب. سلقت كم حبة هالباذنجان، وقلت بطبخ كمان صينية بطاطا. أنا بقول صينية بطاطا فروج، يعني أنا جبت فخاد فروج وبطاطا وطبختهم. قلت من شان يعني هيك طبخة خفيفة. وطبعا هديك المصفاية كان فيها عنب، كنت غاسلتهم وحاطتهم على جنب. اللهم صل على سيدنا محمد. ومثل ما انكم شايفين أخواتي والله هيك يعني الواحد بيجلي وبينظف وبيشتغل، والولاد وشو عرفني. الله يحمي العيلة يا رب، والله العظيم حلوين بس الله يحميهم، يعني همهم كبير، شغل وعياط وبكاء وشغلي. المهم شوفوا أنا هون جبت هدول اللهم صل على سيدنا محمد. هو صاير فخد مع ورك الفروج، عرفته؟ لأنه الصراحة أنا كنت بدي أجيب دبابيس بس ما لقيت. قلت يلا هني يعني كان مرق، وحتى والله ما سويتهم كلهم. يعني في ولد من ولادي ما بده ياكل، قلت حرام ما ححطهم كلياتهم، هني هيك على هيك ما اكلوها اصلا. ضلت عندي يعني حبه فيها، اللهم صل على سيدنا محمد. قلت حرام انه حوين تضل، فحطيتها في علبه بلاستيك وحطيتها بالفريزر. قلت امتى ما هاي برد بطلعها بسخن لهم اياها، شو بدي اساوي. هن مو لانه يعني شوف هلا بالاخير منظر عن جد ما شاء الله بشهي، بس قال مو جاي على بالهم ياكلوا من هالاكله تعرفوا. والله هون جبت قطرميز التوم من الفريزر، بس السدي ما شاء الله قد ماني شادة عليها فالعاد تنفتح معي. قمت رحت استعنت بالله اول شيء، وبعدين قلت له لابني الله يرضى عليك افتح له القطرميز، ما عاد يعرف ينفتح. ايه والله مشي الحال، بعدين الله فرجها. هلا انا هون بتبل الفخاد لحالهم يعني، او الفروج اي شيء مثلا بنعمله، بتبل البطاطا لحالها. حطيت هون كركم، معلقتين لبن، فليفله حمراء بودر طبعا حلوه لانها حاره صعب الواحد ياكلها. شو كمان، ملح، واللهم صل على سيدنا محمد. قلت لكم كركم، توم باودر، فلفل، اذا بتحبوا تحطوا فلفل ابيض بيصير.
وزيت نباتي والثوم اللي شفته ومعلقتين لبن. انتوا شو بتحبوا تتبلوها طبعا هاي بترجع لكم. مثل ما بنقول دائما كل مين يعني بيعرف بيته، بيعرف اولاده، بيعرف يعني شو في عنده، عرفته؟ فيعني ما حدا بتقيد بوصفة حدا يعني، إلا أحيانا في وصفات حلوة صراحة بنشوفها ما بنكون نحن بنعرفها، أو نحن بتكون جديدة علينا، أو بيكون طبخة يعني مثلا من مكان تاني طابخينها بمقادير وبهيك يعني تاني، فبنحب نجربها بتطلع طيبة. فهي يعني انه بترجع لحالها. هلا جيت لهون لحتى شيك على الباذنجان، شوفوا بنقلبه كلياته لحتى كلياته ياخد لون. طبعا ما مستوي بس قلت بقلبه لحتى كله ياخد لون. اللهم صل على سيدنا محمد. ومثل ما انكم شايفين شوفوا العسنية هالبطاطا بربكم ما بتشهي والله طيبة غير شكل. بس ولادي قال شو والله يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، انه بالنسبة لعائلة ولاد كبار ما شاء الله وهيك إيه، انه ما شاء الله لازم ما تضل يوم ونص. والله يا صبايا نصها حطيتها بالفريز بتصدقوا. الله يعني الله ريته كتير، والحمد لله يا رب يحفظها نعمة ويحفظها يعني يعني نعمة علينا وعليكم على أمة محمد. بس شو بدي اساوي، شفتوا الأولاد انتوا الله يهديهم يا رب. المهم يرجعوا يطبخوني تاني يوم، ويمكن ما طبخت لهم تاني يوم جكر فيهم لأن ما أكلوا. المهم هاي عم بحكي لكم نهافات يعني اللي بتصير بالبيت. والله خلصنا من الطبخة. بس هلأ أنا ما بعرف ليش هون إنه هيك بعد إنه ما استوت البطاطا جيت أنا رديت بدي أفرم، كنيتو حاطة الفيديو لما استوت البطاطا قبل هاي. يلا ما مشكلة. هلأ مثل ما نكون شايفين أخواتي هون كملنا. معلش هديك انه استوت البطاطا، هلا هون انه عم نكمل. اتحملوا انتوا الفيديو، هاي صار مقطع قدام مقطع. هون والله كنت عم بقشر البطاطا، اللهم صل على سيدنا محمد، مثل ما نكون شايفين وعم بحضرها يعني انه مشان يعني حضر الصينية وهيك. واجت سيارة يعني تحت عند بيتنا. هلا انا كنت انه نحن كنا عم نستنى ادم كان يوميتها انه نهار احد عنده اللعب الطابي، والمدرب اجى اخده من البيت. فانا خلص انه بدي اشوف انه اجى ادم معناته. والله طلع انه المدرب جايبه لادم وخالصين لعبة الطابي. وهون قلت له روحوا افتحوا لاخوكم الباب خليه يفوت على البيت. اي والله بتعرفوا انتوا الواحد بده يعرف يعني اشوف فيه، هذا فضول. اي والله. وهلا هون قشرت البطاطا مثل ما انكم شايفين اخواتي، ويعني ما كترت والله يوميتها عن جد ما كترت. قلت مشان ما يضل، لانه بعرف الاولاد ما عم بياكلوا يعني سبحان الله الطبخ، عم بحبوا هالجاهز، عم بحبوا الاكلات السريعه. شو ما عرفني الله يهديهم. طبعا انا هون طبخت مع سلق المكدوس، بس حطيت لكم كل طريقه المكدوس يلي بيحب مثلا بيشوفها. انا بعرف انه في كتار يعني في كتار ما شاء الله لا قوه الا بالله بيساووا المكدوس لسه يعني طريقه احسن ومبدعين اكثر وهيك. بس يعني للي بيحب طريقه المكدوس انا هاي طريقتي سهله وبسيطه وما بتاخذ اي شيء ولا صعبه ولا ابدا. مثل ما شفتوا انا تبلت البطاطا، وبتاسف من صوت ادهم لانه انا اصلا متخباي عنه ومشان ما يفوت يزعجني، وهو هيك عم بيزعجني برا ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. المهم مثل ما كنتم شايفين اخواتي رجعت تبلت البطاطا مثل ما قلت لكم، حطيت لها بس شويه فلفله حمراء يعني رش وفلفل والملح، يعني ما حطيت لها انه كل التوابل وهيك، عرفتم مشان ما تصير كمان توابلها كثيره، وشويه زيت نباتي. وتبلتها وحطيت شفتها شلت فخذه يعني حطيتها كمان بالفريزر، لانه ما بقولكم انه يعني ولد من اولادي ما بدي ياكل، قلت يلا حرام انه حوين تضل وما يعني ما ياكلوها كلياتها. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. هون هاي الفقرة شو؟ هاي من ضمن فقرة الجلي بتعرفوا انتم يعني فقرة الجلي هاي لحالها وهاي الفقرة معاها، هاي فقرة ضب الجلي بقى. اي والله هون نشف الجلي، اللهم صل على سيدنا محمد. قلت لحتى نضبه لبين ما بقولكم الباذنجان كان هون لوح يعني بده يستوي، شايفين؟ ايه قمت رحت شفتوا. هلا هون انه جيت على الباذنجان هاي وقعت قمت جبتها. المهم هون جيت على الباذنجان البطن مستوي، بس الصراحة من عند العقب الأخضر تبعه من فوق لا لسه شوي يعني بدي قلت لأنه بعد ما تكبسوا الباذنجان أخواتي بيقسى، عرفتوا؟ فالأفضل إنكم تتأكدوا إنه استوى. فأنا اللهم صل على سيدنا محمد استنيت شوي عليه، قلت لا ما حنزله يعني إيه مدغري، استنيت عليه شوي لحتى الحمد لله يعني استوى. وهون طلعته من على الغاز يعني شلته من على الغاز، وفورا من بتشيلوه من على الغاز أو من على النار أو من أي مكان. اي والله مثل ما نكون شايفين فورا بتحطوهم بمي باردة لحتى يوقفوا استواء، وبنفس الوقت لحتى لونهم ما يصير غامق كتير وبيبردوا بسرعة يعني، عرفتوا؟ وهيك مثل ما نكون شايفين طبعا فات آدم وأدهم، ومثل هلا هيك أدهم عندي، فأنا آسفة إذا طلعوا أصوات لا تواخذوني.
بس لازم بقى اسجل هالفيديو. وصاروا ما بعرف شو كابين على الارض، قلت له لادم لم لك ادهم، لادم لم وما بعرف شو من هالحكي. وهون بلشت تشيل بقى العقب الاخضر تبعيتهم، لانه خلص يعني بردوا ما شاء الله وصاروا ما احلاهم، فبلشت تشيل العقب الاخضر لحتى بقى يعني حطهم بعدين بالمصفاي واخذهم اكبسهم. وبقوا لا قبل ملحهم، يعني بحطهم ملحهم بحطهم بالمصفاي وبعدين بكبسهم. هلا بتشوفوا انتم كيف، اكيد بتعرفوا انتم الطريقه، يعني للي بيساوي مكدوس ايه ماما، للي بيساوي مكدوس وهيك بيعرف الطريقه، يعني المراحل تبعت المكدوس سهله ما بدها شيء ابدا. اصلا نحن يمكن السوريين قد ما بنساوي مكدوس يمكن كل الدنيا بتعرفها، مع انه على فكره مو كل السوريين مو كل السوريين بيحبوا المكدوس، يعني مو كل السوريين بيعملوا مكدوس وبياكلوه او بيحبوه. في عن جد ناس ما بتحبه، ما بتحب المكدوس، ما بتعملوا اصلا يعني بموسمه. ما بعرف، نحن متعودين على المكدوس وعلى الزيتون، الزيتون الاخضر والعطون كتير كتير يعني بنحبهم. وانا سبحان الله حتى لو انه بهالبلاد لو ما لقيت يعني شغله للمونه فبحب انه دائما ينوجدوا بالبيت. بسلامة خيركم كلياتكم. هلا هون خلصت كمان مثل ما كنتم شايفين بردوا، تركتهم يبردوا على السوا. هلا هون اخواتي بتجيبوا ماشي اشار بعتي، خلص ماما اشار بعتي اللهم صل على سيدنا محمد، شاشي، كيس من هدول اللي بحطوا فيهم الرز، يعني نحن بنقول له كيس مصيص او كيس نايلو ما بعرف شو، بس هذا بيسرب مي بروح مي، عرفتوا؟ شو يعني شو عندكم شيء بصفي؟ في ناس بتحطهم من دون اي شيء ابدا، بتكبس عليهم وبتصفي بالمصفاي. انا ما بحب، انا بحب احط هيك احسن، مشان ما تجي لهم حشره، مشان ما يجي لهم غبره، مشان يعني افضل، عرفتوا؟ يعني حمايه لإلهم. وبتجيبوا ملح يا صخري يا بحري، اي والله بتجيبوا ملح صخري او بحري لانه افضل للمونه، عرفتوا؟ انه اذا حطيتوه هون افضل للمونه من ملح اليود. وانه هدول فيكم انه تمونوها مثل ما بدكم، يا اما بالفريزر يا اما بالترميز عادي، يعني تحطوا فيهم زيت مثل يعني مثل المونه العادي. اي والله، بس انا هدول ما بدكم بدي احطهم بالفريزر، انا عم بلاقي افضل انه امتى من كان الواحد بيطلعهم او بحطهم بهالقطرميز، بحط فوقهم زيت وبياكل وخلصنا. والله ملحتهم وشفتوا لملمتهم ولملمت هلا ماشي فوقهم وحطيتهم، كبستهم برا. بس والله ما بقلكن انه يوم ويومين ثلاثه، هني ما بياخذوا اصلا 3 ايام، بس انشغلت ومواعيد وما بعرف شو ضلوا تقريبا برا شي 4 ايام 5 ايام. شوفوا ما شاء الله تبارك الله على حالهم، اللهم صل على سيدنا محمد، وما صار لهم اي شيء. طبعا هي الايام بروده اصلا، يعني هلا شو رايحين نخلص الخريف، فصل الخريف يعني. المهم هلا هيك انا كنت راجعه، شوف حتى الجاكيت والله العظيم لساتي لابسته، يعني حتى الجاكيت لانه برد كان وعلى شويه بدها تنزل مطر. اي والله كنت عم بجيب ادم من المدرسه، والله فورا قلت منشان ما قلل مروه ومشان ما يضيع النهار، وقلتها فورا بدي بلش بقى افوتهم لهالكام حبه. وبدال انا هيك يعني ما راح اعمل فليفلي، اللهم صل على سيدنا محمد، ما راح اعمل فليفلي انه ديره وما بعرف شو مثل ايام زمان. انا صار لي كم سنه بعملهم بفليفلي رش، عرفتوا؟ يعني فليفلي بودره، ما عم بعملهم الصراحه بفليفلي ديران ودبس وما بعرف شو، مع انه في ناس كتير هيك عم تعملهم، بس والله لقيت النتيجه نفس الشيء، يعني شو بدها تفرق؟ وهيك عم بيتاكل هالمكدوس. طبعا انا كنت يعني شفت ميتهم قبل كبيتها، وهاي المي الاخيره اللي ضلت منهم لان اجباري بدهم يصفوا. ايه والله يا اخواتي. وهلا هيك خلصنا بقى بنشيلهم. هاي الورد اللي كنت انا متقلتها فيهم، عرفتوا؟ ايه شلتهم وفوتهم على هالمطبخ، وبقى نبلش بحشوه المكدوس. والله جينا هيك ايه ادهم ما رح تخلينا نكمل هالفيديو. المهم جينا هلا انتو شو عندكم حشوه، انتو احرار يعني شو باللي بدكم اياه انتو. انا كان عندي حبه جوز، وطبعا مثل ما قلت لكم عندي فليفلي حمراء، يعني فليفلي رش، بس والله ما بقول لكم هالفليفل الرش اللي عم بيجيبوها لك، حتى الفليفلي صار فيها غش والله، يعني مو تقولوا هي مصبوغه لانه اللون بيعلم على الايدين، يعني هي الفليفلي ما بتعلم هيك، حتى لو الفليفلي الرش الاصلي، بس ما بعرف يعني الغش سبحان الله صاير بكل شيء. المهم انا هيك فرمهم، انا ما بدي اياهم ناعمين كتير كتير ولا بدي اياهم خشنين، ففرمهم على ايدي بسويهم وسط للجوز. شو بتحبوا تحشوا حشوا، بس الصراحه المكدوس يعني الملك اللي يعني
اللي بيساويه انه طعمته طيبه الجوز صراحه. زين طبعا هو الموجود جود حسب ماديات الواحد. يعني انا حتى لو بفليفلي عادي بلاقي الحشوه طيبه بحشيه وخلصنا. يعني هو هيك نكهته مندوس. بس لا والله الجوز يعني معه كتير طيب. المهم هلا هون حطيت فليفلي مثل ما شفتوا، هاي البودرة او الرش او ما بعرف شو انتم بتقولوا له، وحبة ملح، وهذا الجوز هاي هي، وزيت نباتي. تحبوا مثل ما بدكم تحطوا زيت زيتون بصير، بس والله العظيم زيت النباتي ما افرق معه ابدا. يعني ايه ماما، ما افرق معه ابدا. يعني ما بتفكروا انه هيك. نحن من زمان يعني حتى والله هلا اذا بدنا ناكل يمكن بزيت زيتون نلاقيه بهذا الزيتون اطيب. عرفتوا علي؟ اي والله. وحركتهم كتير منيح. رجعت شوي لقيت الزيت قليل شوي عليهم، ضفت لهم شوية زيت. لا يعني اي ماما. ورجعت ضفت لهم شوية زيت والله صلى على سيدنا محمد. خلطتهم كتير منيح مع بعضهم البعض لحتى يصيروا معنا. مثل ما نكون شايفين اخواتي، مثل ما نكون شايفين المكان اللي ملحنا منه نفسه بنفتح يعني المكان اللي ملحنا منه وبنحشيهم بالتبلية تبعيتهم. هلا هون فيكم تضيفوا توم على كيفكم. هلا في ناس هون بتضيف توم، في ناس ما بتضيف بهاي المرحله توم. للحشوه طبعا بتضيف بمرحله لما بيكبسوهم بالقطرميز، يعني للزيت مشان ينكه القطرميز كله. بس بصراحه نحن ما حبيناه بتوم. انا بحبه توم ما عندي مشكله، يعني باكل، بس عيلتي ما بتحبه زياده فانا ما بضيف توم. ما من زمان يعني نحن لا عند اهلي ولا عند بيت حمايه ما بضيف توم. يعني سبحان الله ما بعرف، ما لنا زياده انه هيك من عشاق التوم. لا يعني بنحب التوم، بس انه مع المكدوس قصدي مشان نكهته ما تتغير. عرفتوا؟ فاللهم صل على سيدنا محمد. مثل ما نكون شايفين يا اما على الاولاد الصغار، يا اما على الاولاد الصغار اذا كانوا جكرين. المهم مثل ما نكون شايفين اخواتي بتعبوا المكدوسه الصراحه. كل ما عبيتوها اكثر كل ما طلعت اطيب. اي والله مثل ما نكون شايفين اذا عبيتوها لهالمكدوسه او لهالباذنجاناي بتطلع معكم ما شاء الله غير شكل، وابدا ابدا ما بتاثر. هربت شوي من ادهم يا جماعه، والله العظيم ما عم بيخليني اعرف احكي. هلكت اصلا منه، مو من الفيديو. المهم الله يحميهم ويهديهم ويخليهم يا رب. اي والله. وحتى المكدوسي اخواتي هون للبنوتات اللي ما بيعرفوا زياده او بيجربوا بيخافوا انه تكون منزوعه فبيروحوا بيكبوا الباذنجانه. لا لا تكبوها، خلوها وحشوها نظامي ما بتاثر ابدا، بتطلع معكم غير شكل. عرفتوا؟ فيعني انتبهوا لهاي. وشوفوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، عن جد بيطلع معكم مكدوس ناجح 1,000,000%. يعني بيطلع معكم ممتاز كمان. وهلا مثل ما انكم شايفين اخواتي كلياتهم حشيتهم وعبيتهم وما شاء الله حولهم وحواليهم كانوا غير شكل. شوفوا شايفين؟ يعني ما بياخد معكم وقت ابدا ولا بياخد معكم جهد. يعني مثل ما بيقولوا من الموجود جود حسب يعني قدرة الواحد. انه مثلا ما له قدرة كتير يجيب باذنجان او جوز، يعني هيك بيجيب على قده. يعني مو شرط يعني نروح مثل ما بيقولوا ما ناكل مكدوس لانه يعني ما لنا مثلا قدره انه نجيب تكاليف المكدوس. لا، على قدنا وخلصنا الحمد لله. المهم الواحد يعني انه ياكل منه شوي بموسمه، لانه والله هو بيصير لكل الوقت. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. طلع يعني الحشوه طلعت راس بعد مثل ما بيقولوا لنا، طلعت راس براس مع الباذنجانات تبارك الله، طلعوا غير شكل. هلا طبعا هون انا ما رح ارجع لكم الاضاءه وما بعرف شو. انتم شفتوا لونه برا ادهم عم بيصح لي، انت شفتوا لونه برا كيف ما شاء الله بجنن. هون انه من الزيت ومن الفليفل ومن هيك، الا هو ما شاء الله بضل لونه ما احلى. عرفتوا؟ ونكهته وطعمته بتجنن. فمثل ما انكم شايفين هلا هون بتجيبوا اي كيس عندكم. ما حق لكم كيس مونة ولا حق لكم انه مثل هدول بتفزلكوا ولازم كل شيء يكون على تقانينه وما بعرف شو. ما عندي كيس مونة، شو بدي اساوي؟ انا بوقف الوصفه وبوقف كل شيء كرمال انه كيس هالمونة. شو يعني مثلا هو رح ينجح بكيس المونة ورح يخرب بكيس الخبز العادي؟ رحت فضيت لكم ربطه على ربطه وجبت هالكيس وقلت له خلص رح اكبسك فيه، غير بكيس هالخبز ما رح اكبسك. والله حطيته وصفطتهم هيك فوق بعضهم البعض، ويعني مثل ما بيقولوا هيك زينتهم وخلص. قلت لهم مع السلامة وبوجهكم على الفريزة. وهاي هي وصفتي لليوم. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم، إن شاء الله تكون نالت على إعجابكم. السلام عليكم، بشوفكم إن شاء الله.